نون منتجاته مضروبة والمنتجات الموجودة عنده مش اوريجينال ومش اصلية. ايوه فعلا صح. نون منصة بيتباع عليها ملايين المنتجات. في حل من الاتنين، يا اما حد بيجيب منتجات احنا مش عارفين مصدرها ومش عارفين هو مين بيبيع المنتجات بتاعته على نون، يا اما الحل التاني وهي ان الشركة بتتفق مع نون انت تكوني الوسيط ما بيني وما بين الشخص اللي هناك اللي عايز يشتري. طيب الشخص اللي هناك مستفيد ايه؟ مستفيد كذا حاجة. اول حاجة غالبا الشحن بيبقى فري على اغلب المنتجات. تاني حاجة وهو ان انت تقدري تشتري من سين وصاد وعين وجيم ونون من الشركات من غير ما تدفعي شحن وشحن 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 مصاريف. هنا بقى التركايه ان انت فعلا تشتري من الاوفيشال ستور بتاع الشركه على نون. وانت بتشتري اي منتج بصي كده من فوق شوفي ان هو من الاوفيشال ستور او من الستور الرسمي. ده حرفيا كانك قلت لنون يا نون عايزه المنتج الفلاني من الشركه الفلانيه، فراح هو جابهولك من قلب الشركه من قلب مخزن الشركه من على السير بتاع الانتاج بتاعها واداهولك في ايدك واداها لك هي اللي لو انت رحتي للشركه على البيج بتاعتها وطلبتيها ودفعتي مصاريف الشحن هتجيلك هي. في حاجه تانية سوسه لسه مكتشفاها من كام يوم، قالوا لي كده بس لحظه. مثلا هنا ديرماتين والمنتج مش مكتوب عليه انه من الاوفيشال ستور، بس انا اضمن لكم ان هو من الاوفيشال ستور. ليه؟ لما دوسنا على ديرماتين دخلنا جوه البيج بتاعتها لقينا منتجات ديرماتين كلها بنفس الاوفرز، مفيش منتج غريب او مختلف. ده معناه ان دي الشركه. لو شخص غريب او محل او اي حد بيجيب اي منتجات، اول ما هتدوسوا على الاكونت بتاعه هتدخلوا جوه تلاقوا مثلا قلم روج مش عارفه من مين ومرطب مش عارفه من ايه وده مش عارف من ايه وده مش عارف من ايه. اول ما تلاقوا دوشه كده جوه الاكونت حاجات افريكانه مثلا انا برضو بجيبها من على نون مع انها مش مكتوب عليها الاوفيشال ستور وبتجيلي اصليه وانا متاكده وسالت الشركه قبل ما اشتري نفس الفكره. وانس ان انتوا دوستوا على كلمه افريكانا ام بي سي هتدخلوا جوه هتلاقوا منتجات الشركه بس من غير اي حاجه جوه. خلاص العفو يا جماعه العفو.